كبيرة، لكن ماريا صعب عليها تتسلق بسبب جروحها، وابنها بيساعدها تطلع وبينجحوا وبيقعدوا على الشجرة. وبنشوف دانييل إنه مرتاح مع لوكاس وماريا، وبيشوف لوكاس واحد من المحليين وبيطلب المساعدة وبيساعدهم، وبيجر ماريا على الأرض عشان يوصلها لأقرب مكان للعلاج. وأثناء جرها بتتألم وبتفقد الوعي، ولما بتفوق بتسأل عن لوكاس وبيقول لها إنه جنبها وبيساعدها الناس وبيغيروا ملابسها وبتشكرهم وهي بتعيط، وبينقلوها لسيارة عشان توصل لأقرب مستشفى. وبتسأل لوكاس عن دانييل ويقول لها إنه مش موجود. وفي طريقهم للمستشفى بيشوف لوكاس جثث نتيجة اللي حصل، وبتوصل ماريا ولوكاس للمستشفى اللي بتكون في فوضى بسبب كثرة المصابين. بيودع لوكاس الشخص اللي ساعده وبيشكره، وبتقول ماريا لوكاس إنها حاسة ببرودة وإنها لازم تاخد مضادات حيوية بسرعة. وبيدور لوكاس عن الأدوية وبيقول لها إنها مكتوبة بلغة غير اللغة الإنجليزية. وبيدخل طبيب وبتقول له إنها طبيبة وإنها نزفت كتير وإنها فقدت عيلتها ولوكاس ابنها الوحيد اللي فضل لها، وبيحاول يعالجها. وبيكون لوكاس مش قادر